السلام عليكم، ازيكم؟ وحشتوني جدا. من اخر مره عملت لكم فيديو الجنزبيل والقرفه والكمون. دايما بحبها الحاجه اللي احس ان هي جابت معايا نتيجه ان انا انقلها لكم على طول، لان بجد يهمني ان كل الناس تستفيد وكده. انا دلوقتي عملت عارفين لما بنغسل الفراخ بنغسلها بالخل، صح؟ نغسلها بالخل، فنبص نلاقي الفرخه نطفت كده، الحاجات اللي هي الملعبكه دي اختفت من الفرخه وكل حاجه بقت نظيفه، يعني نظيفه. فانا جات لي فكره ان انا احط الخل في شعري من هنا. يعني هقول لكم ازاي، لحظه كده عشان اجمع معاكم الفكره. طبعا احنا عارفين ان الخل كان دايما بيوصفوه انه يبقى مع ميه شطف الشعر في الاخر، يعني بعد خلاص ما غسلتي شعرك وكده بتشطفيه. لا، انا بقول لكم زي ما قلت لكم قبل كده، انا لما جيت غسلت الفراخ ولقيتها بتنضف كده، فانا كنت بعاني من القشره شديده جدا في فروه شعري. اوكي، يعني شعرتي فروه شعري دهنيه جدا، وطبعا انا بصبغ شعري كتير فشعرتي جافه وتعبانه من كده. والفروه معروف ان هي لو ما تبقى صحيه شعرك كله يبقى صحي، فالمفروض بنبدا بالفروه. فانا قلت ان انا هحط خل دايركت. كنت بجيب فنجان وبملاه ده خل وباخد بالحقنه دي واروح حاطه في فروه شعري فقط لا غير. بعدين بفتح النت لقيت دكتور سمر العمريتي بتقول ان في شخصيه اجنبيه، يعني ست اجنبيه يعني شاطره في الحاجات دي، قالت خل وفلفل اسود، خل وفلفل اسود. فانا بدات اتبع برضو الخل والفلفل الاسود، لقيت ان الفلفل الاسود طبعا والخل بصراحه اقوى من الخل لوحده. هتبص تلاقي النتيجه يعني بجد هتذهلك. هتحطي فنجان خل من قد الفنجان ده، حاجه بسيطه كده، ومعلقه وربع معلقه او نص معلقه فلفل اسود، وتدوبيها كويس وتاخديها برضو بالحقنه كده وفي فروه الشعر. ما تجيبيش على شعرك لان معروف ان ده هيجفف الشعر، فانتي خليكي في فروه شعرك بس، ودلكي دلكي 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 كويس قوي. دلكي يعني واقعدي فتره يجي ربع ساعه تلت ساعه، وبعدين ادخلي خدي الشاور بتاعك، خديه بالشامبو بتاعك اللي انت بترتاحي عليه. وبعد كده خلاص، بعد ما خدتي الشاور بتاعك طبيعي ان شعرك هيلقط من الخل. انا بقول لكم انا صبغه يعني، لكم ان تتخيلوا لما الخل بيجي على الصبغه بيبقى شعره عامل ازاي. فانا بس بجيب الماسك بتاع لوريال، اوكي، الماسك المنعم، وبعمل على الشعر فقط لا غير. ما بجيبش في فروه شعري اي حاجه دهنيه عشان ما يرجعليش قشره او حاجه. النتيجه هقول لكم ايه النتيجه انك بتحسي ان فروه شعرك يعني بتتنفس، الشعرايه هيلثي صحيه قوي، والخشونه راحت. لان لما الفروه بتبقى مليانه قشر ودهون وكده تحس ان الشعرايه هشه وتعبانه، هشه وتعبانه. بس فانا حبيت ان انا هنقل لكم تجربتي، واتمنى يا رب يا رب يا رب تستفيدوا منها وتنبسطوا فيها وتدعوا لي بليز. وبرده طبعا لما الفروه بتبقى صحيه بيقل تساقط الشعر. نتمنى كلنا شعرنا يبقى هيلثي يا رب، قولوا امين. بس وشكرا، السلام عليكم. ولو عجبكم الفيديو بليز اعملوا شير واعملوا لايك.